السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده أول فيديو لينا في سلسلة قصة مع لعبة جراني، وهي قصة النهارده عنوانها الوسيم وابنة البخيل. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش دعمنا باللايك والاشتراك، ما تنساش انك تصلي على النبي في التعليقات. قصة النهارده بتقول: عاش قديما تاجر بخيل ليس لديه أحد سوى ابنته الشابة، وكانت على قدر عظيم من الجمال، لذا تسابق الشبان على خطبتها. لكن الأب كان يطالب بمهر باهظ جدا لها، وكان المهر يزداد بضعة دنانير في كل مرة يأتي خاطب جديد. فسألوه عن سبب ذلك، فأخرج لهم دفتر ضخم وأخبرهم إنه دون في هذا الدفتر كل مصاريف ابنته من طعامها وشرابها وملبسها ودوائها وحاجاتها المختلفة منذ ولادتها لغاية هذه اللحظة. لذلك يتوجب على من يريد الزواج بها أن يعوضها عن تكاليف ابنته وما صرف عليها طوال حياتها. ثم قال لهم: أنا أشقى وأربي ثم يأتي سعيد الحظ ليأخذها بين ذراعيه، هكذا مقابل مهر تافه. كلا ثم كلا، يجب أن يغطي المهر كل درهم صرفته عليها خلال تلك السنوات. وأمام إصرار الوالد انسحب جميع الخاطبين، فجاءت ابنته وقالت: إنك يا أبي بذلك تجعلني كسلعة من سلعك، تبيعني وقتما تشاء طالما تقبض الثمن. فقال الأب بكل برود: هذا غير صحيح، ففي تجارتي عندما أبيع سلعة ما فأنا أكسب ثمن تكلفتها زائد الربح، أما في حالتك فأنا لم أطالب بالربح مطلقا، كل ما أريده هو ثمن التكلفة فقط. هزت الفتاة رأسها باستياء وقالت: لا فائدة، ثم صرعت باكية إلى غرفتها. بعد فترة من انقطاع الخطاب حضر أخيرا شاب وسيم، وتقدم لخطبة الفتاة وقال له أبيها: هل تعرف يا هذا مقدار مهرها حتى تأتي إلى هنا؟ فقال له: نعم يا سيدي، فلقد أصبح ذلك المهر حديث المدينة. إذا ينبغي أن تعرف أن المهر قد زاد 20 دينارا منذ قدوم الخاطب الأخير قبل نحو شهر. بالفعل يا سيدي، فلقد أجريت حساباتي وأنا هنا لأخبرك إني موافق على هذا المهر الذي طلبته، ولكني سأدفعه لك بالتقسيط. فأنا أعمل بوظيفة جيدة وسأعطيك نصف مرتبي، والنصف الآخر أعيش به مع ابنتك زوجتي المستقبلية إن شاء الله، وعلى هذا المنوال سأتمكن من سداد مهرها بعد 8 سنوات. ماذا قلت يا عمي؟ فكر التاجر البخيل مع نفسه وخشي ألا تأتي فرصة أخرى كهذا الشاب، فأجاب: ما دام الدفع بالتقسيط وليس حاضرا فأنا مضطر أن أرفع السعر النهائي، وهذا يعني إن عليك أن تدفع لي نصف مرتبك ل10 سنوات وليس 8 فقط. فكر الشاب قليلا ثم وافق، ولكن تتم هذه الصفقة يجب على كلانا أن نوقع على هذه الوثيقة التي تنص على إني ملزم بدفع ما بذمتي من قيمة المهر، وإنه بعد سدادي لمدة الرهن فإن السلعة أي ابنتك المحترمة ستكون ملك لي ومن حقي. أخرج الشاب ورقة موقعة من قبله فأمعن بها الوالد جيدا، ثم قام بتوقيعها. وحضر أيضا بعض الشهود من التجار المعروفين وقاموا بتوقيع هذا العقد. وهكذا تم توقيع العقد، وكان هناك بعض التجار المعروفين. وبعد الزواج كانت الابنة تزور والدها باستمرار وتقوم بخدمته وتطبخ له الطعام الذي يحبه وتعمل على تسليته والترفيه عنه. واستمرت على ذلك طوال 10 سنوات، لم تنقطع عن زيارته والدها ولا أسبوع واحد بطلب من زوجها. فلما انقضت مدة الأجل فوجئ الأب بانقطاع زيارة ابنته له، فافتقد رفقتها واستئناسه بها، ومرت الأسابيع ثم الشهور دون أن يعرف خبرا لها. فساءت حالتها وتردى وضعه المعاشي، فأخذ يلهج بذكر ابنته ويضج بشوقه إليها، وكان ندما شديدا على تفريطه بها. فأخذ يتجول في الطرقات كالمجنون بحثا عنها حتى اهتدى إلى منزل زوجها بعد عناء. فطرق الباب ففتح له زوجها قائلا: نعم، ماذا تريد؟ قال: يا بني، أنا والد زوجتك، ألم تعرفني؟ قال: بلى، لقد عرفتك، ماذا تريد؟ صدم الوالد المنكوب من هذا الموقف، وتجاهل زوج ابنته لها، لكنه تحامل على مضض وقال: أريد أن أرى ابنتي ولو للحظة، بل أتوسل إليه. قال الشاب: آسف يا سيدي، تعلم إن بيننا عقد، وقد أصبحت ابنتك بموجب ملكي لأنك بعتها لي بعد أن دفعت لك مبلغا هائلا، لذا ليس لك الحق بعد الآن بالمطالبة بها أو رؤيتها، بل إن مجرد وقوفك على بابي يعتبر إخلالا بالاتفاق. انصرف الآن وإلا استدعيت الحرس. بكى البخيل على باب زوج ابنته وقال: لا أريد نقودا بعد الآن، سأعيد إليك كل مالك الذي أخذته منك، ولكن اسمح لي برؤية ابنتي مجددا. آسف يا سيدي، الاتفاق قد تم ولا رجعت فيه، ولكن إذا أردت عمل اتفاق آخر فسأقول إنه يمكنك استعادة ابنتك مقابل ضعف المبلغ الذي دفعته لك. سكت الشاب لحظة ثم واصل حديثه: ماذا الآن أيها العجوز؟ هل تساوي ابنتك هذا المبلغ؟ بل هل ما زلت تعتبرها سلعة وتقارنها بالمال؟ أم إن أموال الدنيا كلها لا شيء مقارنة بها، وأنت الذي استوليت على مهرها وهو حقها؟ صح الأب فورا: أنا موافق، سأدفع لك ما تريد. وهنا أخرج الشاب ورقة أخرى وقال:
إذا تعال لنوقع عقدا جديدا تدفع لي بموجبه ضعف المبلغ الذي قبضته مني مقابل إلغاء العقد السابق وعودة ابنتك لتزورك من جديد. قام الاثنان بتوقيع العقد وشهد بعض الجيران على ذلك. ثم بعد ذلك دخل الأب أخيرا وقابل ابنته فاستقبلها بين ذراعيه وقبلها بين عينيها وبكي معا، ثم اعتذر منها على صنيعه بها وبالغ في الاعتذار، فقبلت ابنته اعتذاره وقبلت يديه. وهنا دخل زوج ابنته وقال: لقد أظهرت يا عماه ندما حقيقيا على ما صنعت، لذا. وهنا أخرج العقد الجديد وقام بتمزيقها أمامه، ثم أضاف: أعلم يا عمي إن البنات لست سلعة تباع وتشترى، بل هن ودائع الرحمن ونعمته إلينا، نحوطهن بأعيننا ونصونهن بقلوبنا، لنحظى برضا الله عز وجل والدوام تفقير. لنحظى برضا الله عز وجل. كده انتهت حلقة النهاردة. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، أسيبكم مع الفيديو وأتمنى الفيديو كمان يعجبكم. مع السلامة في حلقة جديدة وقصة جديدة. سلام.
I see you.